السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست عناية. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيشغل بالنا كاملين، على دوك الليالي الطوال اللي ما كيبغيوش يساليو. والمشكل ان دوك الليالي كل كاملين كيدوزو غير في التفكير. اليوم غنطرقوا الموضوع ليالي التفكير. كاينين بعض الليالي ما كنقدروش ننعسو فيهم، ماشي حيت ما فيناش ننعس، لكن حيت التفكير ما بغاش يسكت. التفكير خدام وسط دماغنا. الليالي كيكون فيهم واحد الهدوء على برا، ولكن الداخل ديالنا كاينه موجة ضجيج اللي ما كتبغيش تسكت. في هذه الحلقه غادي نهضروا على ليالي التفكير، على داك الحوار الطويل اللي كيكون بينك وبين راسك، وعلى المشاعر اللي كيبانوا غير في الظلام. واش خبارك باللي انه اكثر وقت كنكونوا فيه صريحين مع ذاتنا هو الليل؟ الليل حيت كيكون السكات، كيمشي داك الضجيج اللي كتسمعو بالنهار كامل وكيخليك تسمع صوتك الحقيقي. فهادوك اللحظات كتقدر تفكر في كل شيء، في الهضره اللي ما قدرتيش تقولها، في المواقف اللي ندمتي عليها، وحتى في الناس اللي تبدلوا عليك، وحتى في ديك النسخه جديده منك كتجيك في شكل واش انا كنت باغي نكون هكا، واش كنت مزيان في هذا النهار. كيكونوا بزاف ديال الافكار وسط داك الراس، كتبقى تسول راسك واش درت الحاجه كيف ما خاصها تدار، واش كنت قاسي مع راسي ولا كنت قاسي مع الناس حبابي، واش خاصني نصبر اكثر. وكتلقى راسك دخلتي في دوامه التفكير، فكره كتجرك الفكر حتى كتلقى راسك غارق. ولكن واش عمرك فكرتي يمكن هاد الليالي التفكير الطوال اللي كيجونا مرهقين ماشي ضدنا، ولكن مساحه باش نعاودو نفكروا ونعاودو نرتبوا بزاف ديال الامور في حياتنا. يمكن جاي باش تنفعك وتخليك تفهم راسك اكثر. ماشي كل تفكير عدو، كاين تفكير كيصحيك، كيخليك تشوف مزيان، كيوريك شنو خاصك تبدا وشنو الغلط اللي درتي. ولكن امتى كيكون هذا التفكير خطير علينا؟ وهو في الوقت اللي كنبقاو نجلدو في الذات ديالنا. درت فعلت، كون غير ما درتش، كون غير فعلت، انا ما مزيانش. هذا هو السلبي في الامر. ما خاصناش نبقاو نخليو راسنا نوصلوا لهاد المرحله ديال جلد الذات، حيت راه اصعب حاجه ممكن انك ديرها في حق نفسك. ملي كتبدا تلوم راسك على كل حاجه وكتنسى بانك انسان، راه كتغلط في حق راسك. فهنا خاصك توقف شويه وتقول انا كنحاول وهذا كافي. ماشي ضروري تلقى جميع الاجوبه في ليله واحده، وماشي ضروري تصلح كل شيء في دقه واحده. خلي بعض الاسئله تبقى بلا جواب، وخلي قلبك يرتاح شويه. راه الضغط يولد الانفجار، ولو في حق نفسنا، ماشي ضروري في حق الغير. ليالي التفكير الطوال ممكن تكون شي حاجه اللي مرهقه وصعيبه بزاف، ولكن راها زوينه حيت كتعرف راسك اكثر، كتخليك تهضر مع راسك، حيت راه اصدق واحد ممكن تهضر معاه ويسمع لك هو نفسك، هو انت. ما تسناش شي واحد اخر يسمع لك، راه اي واحد غادي تشكي عليه وتهضر معاه ولا بد غادي يشوف فيك بزاف ديال السلبيات وغادي ينتقدك. وممكن هضرتك تمشي تسمعها عاوتاني في بلاصه واحده اخرى. اللهم تصبر واحد الساعه، كتحس بشي حاجه وسطك، كتحس بشي حاجه ضارك، صبر واحد الساعه من مور ما كلشي ناس، وعاود رتب الافكار ديالك وهضر مع راسك. راه ماشي عيب، ماشي عيب اننا نسهروا مره، ولكن غير هادشي ما يكونش ديما ويوميا وتكون هذا هو اللايف ستايل ديالنا. خاصنا نبدلو واحد شويه. ما فيها باس اليوم نسهر ونفكر ونقول شنو درت في نهاري، ونخمم علاش قلت هادي علاش درت هادي. الدنيا هانيه، حيت هاد الليالي راه واخا كتكون كتعيي راها زوينه، حيت كيسبق لي وقلت لك كتخليك تعرف راسك اكثر. غير ما تخليش التفكير يسرق منك الراحه ديالك، خليه هو غير يوجهك ماشي يتحكم فيك. ومع نهايه الحلقه ما نقدر غير نقول لك، اذا جاك نهار وما قدرتيش تنعسي، ما تخافيش من افكارك، سمعي ليهم وما تعطيهمش اكثر من حقهم. وديما تفكري حتى اكثر الليالي ظلما راهم كيدوزوا. كنتي معايا في حلقه جديده من بودكاست عنايه. نلقاك قريب، وخليك ديما قريبه من نفسك. سلام عليك.